والنهارده معانا واحد من ارخص موبايلات 2023 من شاومي، وهو ريدمي A2 بلس، واللي تقريبا فيه كل الامكانيات، بيعمل كل حاجة لكن على قدها شوية. فايه مدى امكانياته، ايه مميزاته، ايه عيوبه، ايه النواقص اللي فيه، هيكون مناسب لمين اكتر؟ تعالوا نشوف. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سولوبيديا. معاكم اسلام، يلا بينا نبدأ. ريدمي A2 بلس هو واحد من الموبايلات اللي سعرها حاليا في حدود ال 5000 جنيه، فطبعا تغليفه هيكون بسيط جدا، ومع ذلك شكل العلبة مختلف، حتى طريقة فتحها مختلفة. وهنلاقي كمان ان بيجي معاه شاحن في العلبة وكيبل شحن USB، بس الكيبل ده هنلاقيه مايكرو USB مش تايب سي. مش قديم حبتين الكيبل ده يا شاومي؟ شويتين تلاتة؟ مش مشكلة. والشاحن اللي بيجي معاه هو شاحن 10 واط، ومفيش كفر، مفيش اي حاجة تانية، شوية كتالوجات والإبرة بتاعة السيم كارد. وتغليف الموبايل نفسه برضو بسيط جدا، وعليه الستيكر ده اللي لازم نشيله، فطبعا مفيش تحته سكرين بروتكتور. ديزاين الموبايل في رأيي بسيط حلو جدا. ظهر من البلاستيك، بيجي بثلاث ألوان، الأسود واللبني الفاتح والأخضر الفاتح، وكلهم بيجوا بنفس النقشة اللي موجودة على البلاستيك في الظهر، اللي شبه الجلد شوية، بتطلع صوت كده. شكله رزين وكلاسيكي كده شوية، مش بيخاطب الشباب زي بوكو مثلا. في الظهر هنلاقي كاميرتين، بس هما في الحقيقة كاميرا واحدة، الكاميرا التانية هي مجرد سنسور صغير، لكن شكلهم كده مع بعض مع الليد لايت في مربع واحد مدين قيمة عالية قوي لشكل ظهر الموبايل، لأن الموبايل بكاميرا واحدة بتحس إن هو قديم شوية. وفي النص هنا هنلاقي مكان للبصمة، وهو ده الفرق الأساسي بين نسخة A2 و A2 بلس. A2 بلس بتيجي ببصمة، لكن A2 بدون بصمة. ده حاليا واحد من ارخص الموبايلات الجديدة اللي فيها بصمة في الموبايل. من تحت هنلاقي مدخل الشحن مايكرو USB وميكروفون صغير، وهنلاقي برضو مدخل 3.5 مللي. من فوق هنلاقي مكان لسماعة السبيكر، ومفيش اي حاجة تانية. وعلى اليمين زرار الباور وزراير الصوت، وعلى الشمال مدخل السيم كارد اللي بيقدر ياخد خطين وميموري كارد اضافي. وبالنسبة لشاشة الموبايل، هي شاشة 6.5 انش فلات تماما، فول اتش دي بلس، طبعا من نوع IPS، وبشدة إضاءة 400 نتس، فمعقولة جدا. هنلاحظ أكيد إن الإدج حوالين الشاشة كلها كبير شوية، لكن قد بعضه تقريبا من كل الجهات ما عدا من تحت أكبر كتير. وسماعة المكالمات موجودة بين الشاشة وبين الفريم، وتحتها الكاميرا السيلفي في ووتر دروب نوتش. فتحسوا إن فيه كل حاجة أساسية، لكن كل حاجة بيزك قوي. بالنسبة لجودة الشاشة، فألوانها وإضاءتها معقولة جدا جدا، لكن اللمعة صعبة شوية. الشاشة بتلمع جدا، وكمان زوايا الرؤية محدودة جدا. لو بتبص للشاشة يمين شوية شمال شوية هتاخد بالك إنها بتضلم قوي. وللأسف شاومي مش معلنين أي نوع درجة حماية معينة للشاشة ضد الخدوش أو ضد الكسر، فأنصحكم بشدة تحطوا سكرين بروتكتور، وياريت تكون مات عشان اللمعة تخف شوية. وكمان مفيش أي درجة حماية معلنة ضد المية والأتربة، فحتى طرطشة المية الخفيفة الأفضل نتجنبها. أنا كنت قلقان جدا وأنا بجرب الموبايل لما الدنيا مطرت، لأن معرفش ممكن يحصل له إيه. بالنسبة للسبيكرز، فهي سماعة واحدة بس مونو، صوتها يعتبر كويس جدا ونقي مقارنة بموبايلات تانية كتير جدا جربتها، لكن مش أعلى صوت. الصوت ما يعتبرش واطي خالص، لكن ممكن في نفس الفئة السعرية دي ألاقي موبايلات تاني صوت السماعة فيها أعلى شوية. ورغم إنها سماعة مونو، لكن عجبني جدا إنك لو ماسك الموبايل وإيدك كتمت السماعة مش هتلاقي الصوت بقى مكتوم، لأن صوت السبيكر ممكن يطلع من الفتحة اللي فوق أو من الفتحة اللي قدام بتاعة سماعة المكالمات. تفصيلة بسيطة قوي، لكن حلوة جدا في رأيي. الموبايل زي ما قلنا 2023، فجاي بمعالج المفروض ان هو حديث شوية، ميديا تك G36، لكن المعالج ده بتقنية قديمة حبتين تلاتة. المعالج ده بتقنية 12 نانومتر، وحتى معالج الرسوم اللي جاي معاه معالج قديم قوي، فمش المفروض نتوقع منه افضل سرعة اداء. والرام او الذاكرة العشوائية بتيجي من 2 ل 4 جيجا حسب النسخة، والذاكرة الداخلية بتيجي من 32 ل 128 جيجا بايت، والنسخة اللي معانا هي 3 جيجا بايت وذاكرة داخلية 64 جيجا، وهي دي النسخة الأكثر انتشارا عموما. الذاكرة الداخلية من نوع eMMC 5.1، فتعتبر بطيئة نسبيا. فعموما بالمواصفات دي ما نتوقعش أداء قوي أو سلس للدرجة
وده حاليا منطقي جدا قصاد السعر. مع ذلك الحركة جوه الموبايل تعتبر سلسة نسبيا، ما هياش سريعة لكن مفيش فيها تقطيعات، مفيش فيها تهنيجات كتير، لكن هنبدأ نلاحظ بعض التقطيعات في البراوزنج والحركة جوه السوشيال ميديا، تقطيعات بسيطة ومش طول الوقت موجودة. والأهم إن لازال الموبايل قوي كفاية إن ما يحصلش تقطيع مثلا وأنا بتفرج على فيديو أو بصور بالكاميرا، حتى مع استخدام الفلاتر أحيانا الحاجات التقيلة اللي على تيك توك مثلا، لازال الموبايل أداؤه معقول جدا بيأدي. لكن طبعا لما جربت الجيمز التقيلة اشتغلت، لكن الأداء كان أتقل شويتين تلاتة. الموبايل بيشغل جيم زي بابجي ونيد فور سبيد، تعتبر جيمز تقيلة جدا، فالحركة جواها فيها تقل واضح لكن لازالت شغالة. الوضع كان أفضل شوية مع نيد فور سبيد، وكمان جربت ألعب بالتلتنج، أميل الموبايل يمين وشمال، وفاجئني إن هو شغال كويس جدا. لكن لازال برضه ده مش موبايل معمول للجيمنج، وكان بيسخن كتير جدا خصوصا في الجزء اللي في النص عند الكاميرات. بشكل عام تجربة الجيمز التقيلة مش هتكون ممتعة قوي عليه، ده أكيد. بالنسبة لشبكة الموبايل فكعادة شاومي شبكة قوية جدا، تشتغل 4G على الخطين من غير أي مشاكل، وطبعا زي ما قلنا ينفع أزود المساحة بكارت ميموري خارجي. وبالنسبة للسوفت وير الموبايل بيجي بأندرويد 13 جو، نحط خطين تحت جو ده اهي، ده فرق مهم جدا لان جوجل بتنزل نسخ من الاندرويد تكون مبسطه شويه زي اندرويد 1 واندرويد جو عشان تكون مناسبه للموبايلات اللي مواصفاتها بسيطه شويه، وده طبعا بيجي مع شويه تضحيات بسيطه. فالموبايل هنا بيجي بواجهه شاومي مي يو اي، لكن بتكون واجهه مبسطه جدا. نلاقي الانيميشن في الحركه جوه الموبايل ابسط ما يكون، وهنلاقي كمان اعدادات التحكم في الموبايل عموما اقل كتير من نسخة الاندرويد العادية، واعدادات التحكم في الواجهة والهوم عموما قليلة جدا. مفيش طبعا ويدجز ولا اي حاجة من الكلام ده، مفيش غير جوجل بار اللي مقدرش اغير مكانه او اتحكم فيه، والاخبار اللي بتيجي على اللوك سكرين وانت قافل الموبايل وتقدر شوية تقلب فيها وتقراها من غير ما تفتح الموبايل. اندرويد جو عادة بينزل بنسخة جو من الابليكيشنز زي مثلا جوجل اسيستنت جو، يوتيوب جو، فايلز جو، حاجات زي كده. والنسخ دي من الابليكيشنز مصممه برضه باعدادات اقل وانيميشن اقل، بحيث انها تكون اسرع على الموبايلات اللي باندرويد جو، فما تحسش بتقطيع او باي مشكله وانت بتستخدم الموبايل. وطبعا في بعض الابليكيشنز اللي بتنزل نسخ تانية من الابليكيشن باسم تاني تكون اخف شويه للموبايلات اللي زي الموبايل ده، اقدر استخدم النسخه اللايت، هلاحظ انها سلسه واسرع بكتير ومفيش فيها اي مشكله تقطيع. هنلاحظ كمان مع الواجهة اللي نازلة على اندرويد جو ان كل حاجة حجمها كبير شوية، الفونت حجمه كبير، الايكونز حجمها كبير شوية، حتى الارقام بتاعت لوك سكرين ضخمة كبيرة جدا. وكأن شاومي قاصدين ان هم يعملوا كل حاجة كبيرة كده عشان تكون مناسبة اكتر لكبار السن، هم دول الناس اللي هيقدروا فعلا الحجم الكبير للفونت والايكونز الكبيرة. وتقدر انك تغير كل الفونتس والايكونز للحجم الاصغر، هتلاقي ان شكلها بقى طبيعي شوية، وتقدر كمان انك تكبرها 2 ليفلز كمان تبقى ضخمة جدا. لكن الوضع الديفولت لو عملت ريست هتلاقي ان هي لازالت كبيرة اكبر من الطبيعي. نيجي لباقي المواصفات، زي ما قلنا فتحة الشحن بتيجي مايكرو يو اس بي، الوصلة القديمة جدا جدا، مش بقول لكم موبايل معمول فعلا للاجداد، اكيد هيكون عندهم كتير جدا من الوصلات دي مش محتاجين يغيروا الشاحن. والمفروض ان مدخل الشحن ده بيدعم اوتو جي او اون ذا جو، فتقدر انك توصل فلاش درايف مثلا يو اس بي، لكن انا جربته وحاولت فيه كتير مشتغلش معايا، ممكن تبقى الوصلة هي اللي بايظة مش عارف. الموبايل كمان بيجي فيه راديو اف ام، لكن لازم نوصل سماعة اي او اكس او 3.5 مللي في الفتحة دي عشان تشتغل كأنتنة وتشغل الراديو، وبعد ما توصلها مش لازم تسمع الصوت في السماعة، ممكن تشغلها على السبيكر لو حابب. فعلا لغاية دلوقتي كل التفاصيل في الموبايل ده مصممة لأغلى الناس، أهلنا. زي ما قلنا برضو في بصمة صباع موجودة في ظهر الموبايل، مكانها مثالي، مكانها ممتاز جدا جدا، مش محتاج تفكر مرتين عشان صباعك يجي عليها، انت مجرد بس خلاص هو هيجي عليها لوحده. وفعلا 90% من الموبايلات دي ما بيجيش فيها بصمة صباع اصلا. صحيح البصمة هنا تعتبر بطيئة شوية، مش بتفتح في لحظتها على طول، لكن تفتح معظم الوقت من اول مرة، فسهل انك تعتمد عليها. وبالنسبة بقى لبعض التفاصيل الصغيرة زي ال NFC فمفيش NFC في الموبايل، Proximity Sensor برضه مفيش Proximity في الموبايل، لكن لاحظت ان الموضوع اتطور جدا، ما هواش معتمد على الكاميرا السيلفي، الموضوع بقى معتمد على حركة الموبايل بتاعت الاكسلروميتر
مع التاتش اللي بيحصل للشاشة من ودنك، او حتى مجرد ان هي تقرب بس فالموبايل بيضلم لوحده خلال المكالمات. الموضوع ده بقى افضل كتير من الموبايلات اللي كانت بتعتمد على الكاميرا السيلفي بدل البروكسيميتي سنسور، ونسبة الاخطاء اللي ممكن تحصل وان الشاشة تنور خلال المكالمات وهي على ودنك بقت اقل كتير. الموبايل فيه جي بي اس الحمد لله، وبيشتغل بشكل معقول جدا، تقيل شوية لكن شغال كويس. والبطارية بتاعت الموبايل هي بطارية 5000 ملي امبير، وبتدعم سرعة شحن لغاية 10 واط بالشاحن اللي جاي مع الموبايل في العلبة. واحب اقول لكم البطارية دي تعتبر بطارية عملاقة على الموبايل ده، لان الموبايل شغال باندرويد جو ما بيستهلكش بطارية تقريبا. الموبايل بيقعد معايا بسهولة اكتر من يوم، يوم ونص، وممكن يومين كمان لو استهلاكي قليل ليه. لكن مع كل اللي انا بعمله فيه الموبايل بيقعد اكتر من يوم ببساطة جدا. صحيح مش زي النوكيا مثلا بتاع زمان بيقعد 10 ايام اسبوعين، لكن اكيد اهلنا هيقدروا نقطة البطارية في الموبايل ده جدا جدا. وبالنسبة للكاميرات فزي ما قلنا الموبايل بيجي بكاميرا واحدة بس اساسية، هي الكاميرا اللي فوق، وهي كاميرا 8 ميجا بكسل متواضعة جدا، امكانياتها يدوب على القد. صورها تعتبر معقولة في الإضاءة القوية، والفوكس بتاعها كويس، التفاصيل مش فظيعة قوي يعني، لكن مفيش مكان تعمل منه زوم. تقدر فعلا تعمل زوم بانك تعمل بنش بايدك فتوصل لغاية 4 اكس زوم لو حابب، وده طبعا زوم ديجيتال، لكن طبعا الموضوع مش سلس قوي والتفاصيل بتروح تماما. ونتائج ال HDR تعتبر كويسة جدا لكن ما بتشتغلش مع الزوم. وفعلا في التصوير في الشمس ال HDR بيفرق جدا جدا، الحاجات اللي في الشمس والسماء واضحة مع الحاجات اللي في الظل ما بيضحيش بحاجة على حساب التانية. هنلاحظ كمان ان مفيش بقى اعدادات واوبشنز كتير في الكاميرا، هو يدوب تصوير صور عادية وفيديو وبورتري مود وبس كده تقريبا. وصور البورتري هنا بتعتمد على الكاميرا التانية او السنسور التاني اللي موجود، اللي هو حجمه في الحقيقة 0.08 ميجا بكسل ولا حاجة. فده يعتبر سنسور مساعد، وكل فايدته بس ان هو يقدر يظبط عملية العزل في البورتري مود. ولو حطيت صباعي عليه كده هوت هنلاحظ ان الكاميرا لغت العزل وبتطلع رسالة كده ان مش قادر اعمل بورتري مود، وبسبب السنسور ده ففعلا نتائج العزل في الكاميرا الخلفية لطيفة جدا، يكاد يكون مفيش اخطاء ملحوظة تقريبا، لكن برضو التفاصيل لازالت قليلة حبتين. بالنسبة لتصوير الفيديو فالكاميرا بتقدر تصور في HD او فول HD 30 فريم في الثانية. الفيديو برضه ممتاز في الاضاءة الكويسة فول HD، فاجئني قد ايه هو كويس بصراحة طول ما انا مثبت ايدي، لكن مفيش اي نوع خالص من انواع تثبيت الصورة، مفيش حتى تثبيت الكتروني في الموضوع. ده كده فيديو فول اتش دي صوت المايك بتاع الموبايل. النتائج بتاعتها لازالت مستخدمة ومعقولة جدا طول ما احنا في ضوء النهار او في اضاءة قوية. مجرد بقى ما بنروح للاضاءة الضعيفة الوضع بيختلف تماما من السماء للارض كده، النتائج كلها بتكون ضعيفة جدا جدا، كله نويز والموضوع بيبقى صعب جدا جدا. الصور العادية بتبقى ضعيفة جدا جدا، حتى الفوكس بيكون ضعيف ومفيش أي تفاصيل واضحة تقريبا، رغم إن الكاميرا بتستخدم ال AI لكن أداء ال AI على قده حبتين. ودي كلها حاجات منطقية جدا على كاميرا 8 ميجا بكسل بتيجي في واحد من أرخص موبايلات شاومي الحديثة. والكاميرا السيلفي هي كاميرا 5 ميجا بكسل فيها كل إمكانيات الكاميرا الرئيسية سواء في الصور العادية أو الفيديو، فيها برضه أوبشن ال HDR شغال كويس جدا، واقدر برضه اصور بيها فيديو برضه نفس الكلام فول اتش دي بالكاميرا السيلفي، مفيش اي نوع من انواع التثبيت البصري لكن كويس الشمس كويس. ونفس برضه مشاكل الاضاءه الضعيفه، الصور بتكون ضعيفه جدا، مفيش تفاصيل، نويز عالي، والموضوع كمان اسوأ كتير في الفيديو. فبشكل عام الكاميرات تؤدي الغرض، هتصور بيها اي حاجة واي حد طول ما كانت ظروف الاضاءة كويسة هتاخد نتائج مستخدمة جدا. والمود الوحيد الاضافي الموجود في الكاميرات هو البورتري مود، بخلاف كده مفيش اي حاجة تاني. الموبايل زي ما قلنا سعره في حدود 5000 جنيه تقريبا او 250 ريال 250 درهم، يعني حوالي 70 او 80 دولار تقريبا، فهو فعلا ارخص موبايل حديث من شاومي حاليا. وفي رأيي كل مواصفاته وإمكانياته تعتبر متفصلة مخصوص عشان أهلنا، الوالد الوالدة الجد والجدة، الموبايل ده ممكن يكون مناسب جدا جدا ليهم. لو جينا كده نلخص عيوبه هنلاقي ان مفيش درجة حماية على الشاشة، ومفيش درجة حماية من طرطشة المية، فمش هيكون مناسب للسن الصغير من الاطفال. وبرضه اداؤه في الجيمز ما يعتبرش قوي قوي، فمش هيكون مناسب للفئة الاكبر من الاطفال ولا لفئة الشباب عموما. الكاميرات تعتبر متواضعة جدا جدا، مش هتاخد منها نتائج مستخدمة غير في ظروف التصوير المثالية. والسماعة السبيكر لو كان صوتها اعلى شوية كان ممكن تبقى مناسبة اكتر
اما بالنسبة لمزايا الموبايل ده مقارنة بسعره، فبيجي بشاشة كبيرة 6.5 انش، نظام اندرويد جو يعتبر مناسب جدا ليه، ومع النظام ده والبطارية ال 5000 ملي امبير البطارية بتقدر تكمل اكتر من يوم بكل سهولة جدا. فبشكل عام نقدر نقول ان الموبايل بيعمل كل حاجة بشكل محترم جدا، واداء يعتبر معقول جدا مقارنة بسعره. دي كل حاجة بخصوص موبايل ريدمي A2 بلس. لو عندكم اي اسئلة تانية بخصوص الموبايل ده اكتبولي في الكومنتس وهحاول اجاوب عليكم باذن الله. ولو عجبتكم الحلقة فما تنسوش اللايك والشير، سبسكرايب في القناة عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.